مشكلة بينك وبين المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم؟ عم شعبان ده حبيبي شعبولة ده حبيب الكل. ده حد جميل جدا عم شعبان كان عامل كان بينقذ المطربين كلها من اول عبد الباسط وحسن الاسمر والدنيا كلها ولحد مايكل جاكسون. بس احنا المهنه بتاعتنا دي مهنه يعني مش حلوه. وكانت رجليها بتخبط في بعضيها وبترتعش. ليه؟ لان انا اول مره امثل على المسرح كانت رجليها بترتعش. كان يقول لك جورج عامل اغنيه جديده، اللي ما شافش الكليب طب اعمل ايه في روحي بقى؟ اجيبها لك بالبلدي، احنا شعبي. شركات الانتاج بتحتكر الشخص، وانا ضد احتكار اي صوت. واصحابي واقفين معايا بدور كبير مش عارف اوفلهم اللي هم بيعملوه معايا بصراحه يعني. ايه اخبار الحب والعاطفة معاك؟ احنا قلنا مش هتخاف بقى. لا بخافش. خاف من ايه؟ كله تمام، كله تحت السيطرة. تمام يعني. فهو قام قال له بابا، قام قال له صوته حلو، قام بيغني. فبعد كده بقى بدأت انزل الشغل. مهتنا بلهيبي يا عذابي وحبيبي مداريبي علشانه اموت انا. بغني ستايل، بغني مقسوم، بغني اسبانيش، بغني هاوس، بس الشعبي قوي لا. لا الحمد لله علاقتي حلوه. انا على فكره انا بقالي 17 سنه في المهنه دي. لا انا بنتج لنفسي، لان يعني تقريبا شبه ما فيش شركات انتاج دلوقتي. حتى كل شركات الانتاج بيقول لك انت هاتي الشغل بتاعك وهو بيوزعه لك. انا بحلم ان انا اوصل للناس اللي هم عايزينه. ازاز استاذي. انت ماشيه ما جنبه على الطريق وهو بيجري عشان عايز يوصل قبليكي ويطلع قبليكي ويشتغل قبليكي. بعد كده ظهر بقى الشغل السهل اللي هو كمبيوتر بقى وبرامج وحاجات بسيطه كده وايه. دايما يعني معايا في الخير، يعني كل واحد صوته فيه حاجات بيلمع. والمذاق ده مين اللي فسد المذاق؟ هو اللي مفيش موهبه اصلا، كله بيخش في مجال غير بتاعه. تلاقي كل اللي ملوش في التمثيل بيمثل واللي ملوش في الغنى بيغني، كله على كله.